سعداء اليوم أن نصل إلى الدورة السابعة. 7 سنوات من العطاء، 7 سنوات من العمل، 7 سنوات من الجد، 7 سنوات من بعض المرات كيكون الإحباط. أول حاجة كنشكر الأخ العربي معروف بالراديكال. هذا حفل شخصية سنة، نهار اللي كان بداية التأسيس ديالو راه كان معايا، كنبلغ له السلام ديالي من هذا المنبر. كان فكره بسيطه، حققنا ووصلنا لواحد الحلم كما كتشوفوا ان احنا دابا الحفله وصل للنهايه ديالو او شكل النهايه ديالو، القاعه بقى غاصه بالناس. الحمد لله. هذه ماشي يلاه بدايه، ونتمنوا الله التوفيق والنجاح. شكرا للناس اللي كيدعمونا دائما من طرف سبونسور وسلطات محليه، شكرا بزاف. انا بصراحه انا جيت فرحان بهذا الحفل الجميل، وحيت تلاقيت مع الناس الزوينه، مع الصحافه، مع الحضور. وكنشكر سي معاد صدى تطوان، كنقول له شكرا على هذه الحفله هذه، وكنشكر الصحافه بزاف، وفرحان بزاف لان الصحافه بهروني بالاستقبالات ديالو، بالحب ديالو. كنقول لكم شكرا وتحياتي. السلام عليكم، وتحيه للمنابر الاعلاميه الحاضرين معنا في مدينه تطوان كاملين وفي الحفل هذا الرائع. صراحه الله واحد الحفل اللي هو رائع ومزيون بزاف. الحمد لله، حلم من احلام مشروع انا امي كيتحقق، واليوم حققنا هذا الحلم هذا اللي توجنا باللقب، وتسلنا هذا الدرع هذا اللي غالي بزاف، مسؤوليه وشرف لينا. ياك أما ديالي؟ الحمد لله يا ربي الحبيب، الحمد لله. كيف جاك هادشي هذا الشعور ديالك أما ديالي؟ فرحانه الحمد لله. فرحانه حيت شفتينا حققتي هذا الحلم اللي كنتي. الله يخليك لي يا أما ربي ديالي، هادشي كامل بجهدك. السلام عليكم. احنا كما كتشوفوا اليوم في الذكرى السابعة لمسابقة شخصية السنة اللي كتنظمها جمعية صدى الإعمال التنمية والثقافة بشراكة مع جريدة صدى تطوان. الحمد لله بدينا بالنسخة الأولى وإحنا حاليا في النسخة السابعة. اليوم كيف ما كتشوفوا هي ذكرى كنحتفلوا بها بطاقة ديال مدينة تطوان والمنطقة بشكل عام. وكما كتشوفوا كذلك كان على هذا الهامش ديال الدورة السابعة هو الاحتفاء بالذكرى العاشرة لجريدة صدى تطوان اللي كنتمي ليها بصفتي كرئيس للتحرير. وكنتمنى التألق للجميع، وإن شاء الله في النسخة الثامنة إن شاء الله عاود تكون أفضل. وشكرا للجميع، وشكرا اللي حضر معنا، وشكرا كذلك للزملاء الإعلاميين اللي واكبوا هذا الحدث.